السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديال التحمير ديال الطحين واللوز وزنجلان، وكيفاش حتى وجدت السلو اللي قدمت لكم. ها نتوما معايا البنات. عندي 2 كيلو ديال اللوز، 2 كيلو ديال الزنجلان، 2 كيلو ديال الدقيق. هاد اللوز هذا انا قاليه مخليه غير تزيين. عندي النافع، حبه حلاوه، القرفه والسكر الاشقر. انا بغيت نوريكم هادو بزوج. عندي سكر كلاصي اللي هو ابيض، وعندي هذا السكر اللي هو بني. من بعد غادي نقول لكم اللي قدرات تطحن هذا وترجعوا بحال السكر كلاصي كان افضل، اللي ما قدراتش راه غادي دير هذا. وهذا الشيء اللي كاين. وعندي البنات هذا العام ان شاء الله غادي نخلص سلو بالزيت ارغان. ها هو هذا ليطرو هذا كنت شاريه في الصيف ب 9000 ريال من الصويره، مدينه الصويره، وبصراحه يستاهل. واخا هذا العام راه زادوا فيه، ولكن زيت ارغان يعني حر. جبناه من عند السيده قدامنا، كتطحن وكدوز، يعني قدامنا مطحون قدام عينينا. داكشي فرحه. البنات بالنسبه للوز، 1 كيلو ان شاء الله غادي نحمرو في الفران، و1 كيلو غادي ندير عليه شويه ديال الماء طايب وغليه وحده، وغنقشرو وغادي ندوزو في المقله. حتى هو نقدر ندوزو في الفران على حسب، ولا نقليه ولا نديرو في الفران. والزنجلان حتى هو غادي نحمرو، وحنا غادي نتلاقاو من بعد. نتوما البنات هنايا عندي هاد 2 كيلو ديال اللوز، 1 كيلو ان شاء الله غادي نحمرو في الفران. هذا غادي نرجعو بخليني، وهاد اللوز يعني حتى يخرج الزويته ديالو. وهاد الكيلو اللي بقى النص ديالو غادي نخليه مهرمش باين، والنص ديالو الاخر غادي نطحنوه عادي يعني مهرمش رقيق. وهذا خلاص باش نبقى نحطو داك السلو ديالنا في الطبسيل وشي حاجه. هذا خليته غير للتزيين. دابا غادي ندوز نحمر اللوز، وانتم معايا مرحله بمرحله باش ما يجيكمش الفيديو طويل. غير بالنسبه للبنات المبتدئات، اما انا راه عندي في القناه السلو راه ديجا درتو. نار مهيله، درت 2 كيلو ديال الدقيق، ومع التحريك هنا فين غادي نحمر الدقيق في الطنجره. ممكن تحمروا في الفران، ممكن تحمروا في الكوكوط. انا عندي هاد الطنجره هذه زوينه وثقيله، هي اللي غادي نحمر فيها. هانتوما البنات غادي يبدا يطوب لكم بحال هكا، ماشي مشكل. غادي غير تبقاو تحركوا وعلى نار مهيله ضروري. تبقاو غاديين معاه بحال هكا. ما تغفلوش عليه دائما مع التحريك حتى ياخذ واحد اللون يكون ذهبي. دابا مازال باقي ما وصلش لهداك التحمر، يعني يلا بدا بحال اللي لاحظتوا، يلا بدا كيطوب وبدا شويه كيدخلوا، يلا دخلوا الصهد، يلا بدا كيتحمر، يعني مازال. غير ما تخليوش يولي قهوي وما تخليوش يتخطف لكم. عندك تزيدوا في البوطه، يعني على النار عندك تزيدوا عليها. ثم اللوز هو راني واخا مشعله عليه راني ناقصه، نخليه على خاطره. شوفوا طاحت لي هذه. سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. واحد الوصفه او واحد الشهوه اللي هي خفه مزربن.
مع هاد الروينه اللي راني مراونه مع التوجات ديال سلو. ايوا هاد الطويجين هذا هو اللي بان لي اللي جاني في البال وقلت راه كيوجد بسرعه. المهم البنات هنايا درت بصله هكا مشلضه، الفلفله كذلك كلهم دوزتهم في الطحانه، فلفله مشلضه، مطيشه مشلضه، المعدنوس، الثومه، حطيت فلفله حاره هنا بطبيعه الحال كلشي كيتشحر بزيت بلديه والمليحه يا البنات. ودابا غادي نبدا نضيف التحميره، نضيف بزار وكذلك شويه ديال الكمون. وهانتوما معايا من بعد غادي تشوفوني شنو باش غادي نرافق هاد الطويجين. كنطيب العشاء البنات وملاهيه مع التقشار ديال اللوز. هانتوما المهم هاد الوصفه هذه اللي كنقدم دابا راها كتفك الحايل. غادي نغطي على الخضيره نخليها طيب ونمشي نوجد الكفته. في هاد الوصفه هذه اسرع يعني بزاف، كتوجد بالزربه. هانتوما الخضيره شوف هاد المطيش هذه ما طحناتش، ماشي مشكل خليتها ما حيدتهاش. دابا عرفتوا شنو غادي ندير؟ غادي نضيف واحد شويه ديال الماء باش يدير لينا المرق. غادي طيب هاد الكفته واحد شويه الماء سخون. غادي نحاول نوزعو على الطاجين كامل هكا. نزيد واحد شويه هكا. نتوما غادي ناخذ الكفته درت ليها التوابل ونبقى ندير الكويرات ونضيف لاصوص. دابا غادي نقص البيضه والمداد المداد يا رسول الله وسقينا بالمداد يا حبيب الله. هانتوما البنات راني درت الكفته ودابا غادي نغطي عليها ونخليها حتى طيب هكا على المهل. من بعد نتلاقاو باش غادي نضيف البيض. محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد. فيها هو الطويجين ديالنا بعد ما كيطيب كيجي على هذا الشكل هذا. البنات هذه كاضافه انا على ولد البنات ديالي مره كندير هاد البيضه صافي. نضيف شويه ديال الزيتون البنات وهنايا اللوز بعد ما دازت عليه ليله كامله لا غد ليه. هانتوما بحال اللي كتلاحظوا ها هو ولا ناشف صافي. هنا غادي ندوز باش نقليه. على فكره هاد اللوز راه نقى معايا الزوج ديالي وقال لي دابا سلو انا راني مشارك معك فيها لكن ما صيبتيش بوحدك اش بان لكم. المهم انا راني كنقلي اللوز درت الزيت بارده وعلى المهل تصوروا نقول لكم شحال خدام مني هذا اللوز باش يتقلى تقريبا نصف ساعه لان دايره ليه نار مهيله. عرفتي كيفاش تحمر يا بنات؟ تحمر هو هذا دخل تحمر حتى لداخل بلا ما يتحرق. والمداد المداد يا رسول الله وسقينا بالمداد يا حبيب الله. والمداد المداد يا رسول الله وسقينا بالمداد يا حبيب